الحقيقة المفروض نتكلم النهاردة عن التجربة الشعرية عند الشاعر عمرو المصري. والشاعر عمرو المصري تطور كبيرا في الفترة الأخيرة، خاصة في ديوان نقطة تفتيش بعد إصداره لمجموعة من الدواوين كانت تتسم بالرومانسية وبالغنائية الشديدة. وإنما في نقطة تفتيش وفي قصر النيل تحديدا الديوان السابق على هذا اتجه اتجاها جديدا. أعتقد أنه هو يعني ما أسميه بتفعيل الواقع أو تفجير الواقع شعريا. استطاع أن يستخدم لغة ومفردات الواقع وأن يخزنها وأن يشحنها بطاقة شعرية هائلة جدا. مفردات الواقع بمعناها السائد في الشارع المصري، محطة سكة الحديد، الإشارجي، المرور، نقطة التفتيش، الكمين، استخدام حتى اسم قلم بركر، معرفش ايه. هذه الأسماء أو هذه المفردات الحياتية الواقعية استخدمها لن نقول بحرفية وإنما بمهارة وبذكاء وبحس عالي شديد. استطاع أن يوظفها توظيفا شعريا كبيرا. في نقطة تفتيش تحديدا هناك الكثير من القصائد تحمل تجارب عاطفية، ولكن هذه التجارب العاطفية ممزوجة بكثير من الواقعية في الأداء، بكثير من استخدام مفردات الواقع. من قراءتي لديوان نقطة تفتيش وجدت تميزا واضحا لهذه التجربة تكمن في هذا التساؤل العجيب: كيف استطاع هذا الشاعر أن يرصد مشهدا شعريا بحذافيره كما هو في الواقع. في مثلا في قصيدة محطة مصر كيف يرصد حركة القطار والراكبين وداخل القطار وخارج القطار بواقعية شديدة، ولكن كيف استطاع أن يفجر هذا شعريا؟ لا أستطيع الكلام عنه إلا من خلال القصيدة، ولأني مش حافظ القصيدة فمش هقدر أدلل عليها دلوقتي. لكن عايز أقول أنه بيتميز هذا الديوان وهذه التجربة الشعرية تحديدا بأنه هذا الشاعر استطاع أن يرصد أو يسرد مشهدا شعريا مصريا خالصا بحذافيره، ولكن لأن يشحنه بطاقة شعرية هائلة. أعتز جيدا أو أعتز كثيرا بهذه التجربة التي أتمنى أن تمتد وأن تشمل تيارا شعريا جديدا صاعدا في الشعر العامية المصرية، حتى أنها تتميز هذه التجربة عن تجربة السابقين، تجربة الرواد، ابتداء من فؤاد حداد أو بيرم من فؤاد حداد لصلاح جاهين لسيد حجاب أو غيره. هؤلاء الشعراء مهدوا لنا الأرض، ولكننا محروقون أو أننا محترقون في تجربة حياتية وتجربة شعرية لم يعيشها أحد من قبل. تجربة تتسم بالعبثية وتتسم بالملل وبالإحباط وبالكثير من ضياع الأحلام. استطاع أن يجسدها الشاعر عمرو المصري في مجموعة دواوينه الأخيرة، وخاصة محطة مصر ونقطة التفتيش، خاصة نقطة التفتيش وقصر النيل. الشاعر عمرو المصري أعتز به كشاعر لأنه قريب من قلبي، شاعر يظهر لك أو يبدو لك أنه عفوي، ولكنه يحمل كثيرا من أدوات البناء في القصيدة، لديه معمار في القصيدة. أعتقد أن هذا تحقق كثيرا في نقطة التفتيش. حتى قصائده العاطفية، ولو أني أعيب عليه أنه دائما الطرف السلبي في العشق، خد بالك، يعني يجب أن يكون العشق
في كثيرا من العزة وفي كثير من الكرامة، لكنه دائما ولأنه يخاطب الوطن في شكل محبوبة دائما فهو مهيض الجناح وهو مستعبد وهو الطرف السلبي في هذه القضية أو قضية العشق. لكن أعتقد أنه دي تجربة كلنا بنعيشها، كلنا بنحاول أن احنا نعبر عنها بشكل ما. هو استطاع أن يعبر عنها بصدق وبلا حزلقة وبكثير من العفوية الظاهرة، ولكنها تحمل خلفها الكثير من التعب والمعاناة في الكتابة الشعرية. لا أعتقد أن الكتابة عنده ليست سهلة، ولو أن الذي يستعرض هذا الديوان يجد أن القصيدة سلسة وطيعة، ولكنها ليست بهذه السهولة عند الكتاب. أخيرا أود أن أقول أن النص الشعري عند عمرو المصري يحمل الكثير من وهج وسخونة الشارع، يحمل الكثير من معاناة وإحباطات الشاعر، يحمل الكثير من حلمه أن تصبح القصيدة حال لسان الوطن المصري.